السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، لدي دراسة هنا مهمة جدا أحببت أن تطلعوا عليها، لأننا للأسف كثير من الدراسات المفيدة والتي فيها معلومة قد تغير حياتك، قد تقيك من شر مرض قاتل. دراسة قد تطيل عمرك، معلومة أحيانا تغير حياة الإنسان. للأسف قليل من يهتم بمثل هذه الدراسات. لذلك هذه الدراسة قامت بها جامعة هارفارد. أرادوا أن يعلموا سر الراحة النفسية لدى بعض الناس، قلة الأمراض، طول العمر. يعني هناك أناس لديهم أمراض كثيرة، وهناك مجموعة قليلة من الناس يعيشون أعمار أطول وصحتهم أفضل. طيب ما هو السر؟ بعد دراسة طويلة جدا أيها الأحبة نشرت في مجلة لانسنت، وجدوا أن العزلة هي سبب الشيخوخة المبكرة. اليوم بسبب توحد كثير من الناس مع جهاز الموبايل أصبح أحدنا يعيش بعزلة، ينطوي على نفسه، وأصبحت علاقاته كلها وهمية افتراضية عبر الفضاء الافتراضي، عبر الإنترنت. لا يوجد علاقات حقيقية ملموسة يعني. وبالتالي هذه العزلة بدأت تزيد معها الأمراض، بدأت تزيد معها المشاكل النفسية. طيب لماذا؟ نريد أن نفهم لماذا. انظر أخي الحبيب، تقول الدراسة إن العزلة تسبب التهابات في الدم وتؤدي لشيخوخة القلب والدماغ. فالعلاقات الاجتماعية الحقيقية ترطب هذه الحياة، تفرح الخلايا. الخلية لها إحساس أيضا، لها وعي. خلايا الجسم لها وعي أيها الأحبة. فبمجرد أن يكون لديك علاقات طيبة، على الأقل صديق إذا شكوت له همك يستجيب، صديق صادق يعني. هرمون الكورتيزول هذا الذي يفرز عند الضغط النفسي يخف كثيرا، فالخلايا ترتاح وتشعر كأنها أقل سنا. يعني هناك شيخوخة للخلايا، شيخوخة الخلايا. الخلية تهرم، مع العلم أن عمرها لا يستحق أن يهرم الآن، ولكنها تشعر بالكبر تماما مثل الإنسان. الدراسة تقول أيها الأحبة إن العلاقات الاجتماعية القوية تشعرك بالسعادة، فخلايا جسدك تنسى أنها كبرت في السن، لأن أنظمة الجسد كلها تعمل بكفاءة أفضل وبراحة أكبر عندما يكون لديك علاقات جيدة، وعندما تبتعد عن الانعزال. حتى ساعة الحمض النووي، هناك الشريط الدي ان اي، هذا الحمض النووي داخل الخلايا، له ساعة بيولوجية، سبحان الله، ساعة حيوية تبطئ عند الأشخاص الذين لديهم ما يسمونه لياقة اجتماعية، علاقات طيبة، ليس علاقات قائمة على المصلحة، لا، علاقات قائمة على المودة والرحمة والمحبة والأخوة. فإذا المنعزل تبدو خلاياه أكبر ب10 سنوات من عمرها الحقيقي، صدق أو لا تصدق، ولكن هذه جامعة هارفارد تقول ذلك. طيب نحن في الإسلام أيها الأحبة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أراد هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدلنا على العلاقات السليمة. ابتعد عن العلاقات القائمة على مصلحة شخصية. للأسف اليوم أنا أقول لكم أيها الأحبة إن
كثير وكثير وكثير من علاقاتنا قائمة على مصلحة فقط. موضوع المودة والرحمة حتى إنه فقد بين الأزواج للأسف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين هي المودة والرحمة اليوم؟ وحالات الطلاق 40%، نسبة الطلاق تصل إلى 40%، وال60% الباقية معظمها مشاكل. فأين المودة والرحمة؟ السبب أيها الأحبة أننا ابتعدنا عن هذا الدين. انظر معي أخي الحبيب، القرآن هو مجموعة من التعاليم، الهدف أن يضمن لك السعادة التامة في الدنيا والفوز بنعيم الله في الآخرة والراحة عند الموت. بقدر ما تلتزم بهذا القرآن، بقدر ما تطبق تعاليم القرآن، أنت تقترب من السعادة الكاملة أكثر. لذلك هنا يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على أهمية الجليس الصالح، وليس الجليس القائم على المصلحة، لا، الصالح. ما معنى الصالح؟ الذي يخاف الله، لا يغدر بك، لا يخونك، يقدم لك الخير، ينصحك عندما تحتاج للنصيحة، يكون صادقا معك. الجليس الصالح شبهه النبي عليه الصلاة والسلام ببائع المسك، والجليس السيء شبهه بنافخ الكير الذي ينفخ في النار، قد يحرق ثيابك إذا اقتربت منه أو يؤذيك. لذلك أيها الأحبة، الدراسة هذه تقترح السكينة، أن تشعر بالسكينة لخفض التوتر وإبطاء الشيخوخة، أو أن تشعر في داخلك بالسلام الداخلي. هكذا هي أوامر الإسلام. الهدف من اتباع تعاليم هذا الدين الحنيف أخي الحبيب أن تصل إلى مرحلة السكينة في حياتك. تخيل أن علاقاتك كلها قائمة على محبة الله. الله عز وجل ماذا قال في الحديث القدسي؟ المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة، لهم منزلة عالية جدا. لماذا؟ لأنك أحببت هذا الشخص لله تعالى وليس لمصلحة مادية، لأن المصلحة المادية قاتلة. بمجرد أن تنتهي مصلحة هذا الشخص معك لا يتعرف عليك فيتركك، تموت جوعا أو تمر بضائقة ولا تجد أحدا من حولك. وبالتالي أيها الأحبة، تؤكد هذه الدراسة أن الجليس الصالح أو العلاقة الطيبة مع شخص على الأقل يزيد من إفراز هرمونات السعادة في الجسم ويشعرك بالطمأنينة والفرح والسرور. وبالتالي عندما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحرص على الجليس الصالح وقال لا رهبانية في الإسلام، نهى عن العزلة. فينبغي أخي الحبيب أن تبحث عن الجليس الصالح الصادق التقي، أن تحرص على إنسان يتميز بالتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.